اخوان السلام عليكم. اليوم راح اعلمكم شلون تطعمون النومي حلو على النارنج. اول شغله تختارون الغصن لازم يكون بمتن الاصبع وزيته اخضر، وتشيلون الاوراق وتبقون اجنحتها. بعدها النوم حلو بطبيعته، اغصانه مو خصبه، يعني احنا نقول مخنثه مو شرسه مو وكيحه مثل النارنج، فما تنمو بسرعه، لذلك ما يصير نطعم بالقلم. التطعيم بالعين. الطريقه الاولى للتطعيم بالعين هو انه تجون تبرون العين من فوق وتراعون الاتجاه الاعلى مال العين. بعدها تجون على الشتلة اللي تردون تطعموها، تحزوها من جهة مثل ما تشوفون، وتجون تحطون الطعم بها وتركبون الطعم بها، لذلك سموه تركيب. بما انه البتنه متينه، النامنج اللي عندي مو بدنته مو ناعمه، البريه اللي سويتها يرهم بيها تطعيمتين، وبس هو بطبيعته النوم حلو عادي يتحمل هذا النوع من التطعيم، يعني تقدر تسوي اثنين. انا سويت اثنين نوم حلو. وبعدها نلف التطعيم بشريط التطعيم، ولازم نشده قوي، مو مثل ما يطلعوه باليوتيوب يشده على راحة ايده على مود الهواء يطلع، لان الهواء هو اللي يجيب ابواق الفطريات اللي تخليه يتعفن، وبعدها نشده بتيب منا ومنا. الطريقة الثانية للتطعيم بالعين هي طريقة حرف تي. نجرح اللحاء بشكل افق وعامودي ونسوي جيب. شوف اخواني، هاي بهالطريقه قعدها بالجيب، قعدت فت ملين. الزاي شو اسوي له؟ طبروه. واحد زايد. وتشدوه كالمعتاد وتنتظرون 21 يوم على مود ينجح الطعم ان شاء الله. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو اخواني، اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك وعلقوا اسئلتكم وانطوني ارائكم وسووا مشاركة وتابعونا على مود الفيديو يصعد والحساب ايضا يصعد، اللي ناشر بيه فيديوهات تعليمية تخص الزراعة وتطوير الزراعة وتحسين الزراعة. وشكرا.